الكيك مع بغي. نبداو بالمكونات اللي هما 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ونضيف معاهم نصف كأس من السكر. اللي حبت تزيد الكمية تاع السكر بيان سور تزيد، انا هاد الكمية تساعدني. ونبداو نطلعو في البيض تاعنا مع السكر حتى يذوب لنا السكر. بعد ما وجد الخليط تاعنا نزيدو له كمية تاع لافاني، هكا نبداو نزيدو الكميه تاع الزيت اللي انا اللي درتها نصف كاس الزيت. اللي حبت تزيد الكميه تاع الزيت تاني تقدر تزيد. بعدها نبداو نزيدو الكاس تاع الحليب تاعنا مباشره. انا درت كاس حليب ديال الكميه الاولى ونخلطها مليح، ومن بعد نزيدو الكميه اللي قعدت لنا. ونزيدو مغرف تاع الخل كمحسن، ونبداو نديرو الكاس الاول تاع الفرينه تاعنا. نزيدو 2 خميره كيميائيه 2 ساشي، ونزيدو فوقها اللي قعد لنا من الكاس الاول تاع الفرينه. نبداو نزيدو في الكاس الثاني، نبداو نزيدو في الفرينه حتى نتحصلوا على القوام اللي رانا حابينه. انايا خرج لي 2 كيسان ونص فرينه. بعد ما تحصلت على هذا القوام نقسمه على 2. النصف الثاني نزيد له 2 معالق تاع كاكاو اللي نشف لها شويه، تقدر تزيد له شويه حليب باش يعاود يولي القوام الاول. نجيبوا المول تاعنا وندهنوه بالزيت باش ما يلصقلناش الكيك تاعنا في المول. نديروا له الزيت بيان، ونزيدو ندهنوه بالفرينه، نرشوه عفوا بالفرينه. نبداو نديرو الكميات الاولى تاع الخليط تاعنا، نزيد فوقه كميه من الخليط تاع الكاكاو، هكا طبقه بطبقه حتى تخلص لنا الكميه تاعنا. نزيدو كميه من الخليط الابيض، ونزيدو نكملو الكميه المتبقيه الاخيره من الكاكاو، من الخليط تاع الكاكاو عفوا. هكا نزيدو نحركوه باش يولي الكيك تاعنا مغبغي ماشي بزاف، شويه هكا يكون واجد باش نديروه في الفرن على درجه حراره 180 درجه. الفرن يكون مسخن مسبقا. هذا الكيك تاعنا بعد ما وجد ما شاء الله تبارك الرحمن، وبالصحه والراحه.